تخيل معايا كده، حيوان ضخم لدرجة إن الأرض كانت بتهتز وهو ماشي. هوب! مش ديناصور، لأ، ده باراسيراثيريوم، أضخم كائن ثدي عاش على كوكبنا. كان وزنه أكتر من 20 طن، وطوله يوصل ل8 أمتار. وعلى فكرة، لو عايز تعرف كل يوم عن أغرب الكائنات اللي اختفت من على وش الأرض، اعمل لايك واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد من عجائب الكائنات. ريكس تك. الباراسيراثيريوم كان شبه وحيد القرن بس من غير قرن، وبيعيش في مناطق واسعة من آسيا. بيتغذى على أوراق الأشجار العالية زي الزرافة كده، وصعب أي مفترس يقرب له لأن حجمه لوحده كان كفيل يرعب أي حيوان حواليه. تخيل لما يمشي في الغابة كل الحيوانات كانت تختفي من قدامه. بس زي ما كل عظيم ليه نهاية، الباراسيراثيريوم اختفى من حوالي 30 مليون سنة. العلماء بيقولوا إن التغير في المناخ ونقص النباتات كان السبب، بس اللي محدش يقدر ينساه إن الكائن ده كان فعلا رمز للقوة والعظمة في عصره. قول لي بقى في الكومنتات، لو الكائن ده كان عايش لحد النهاردة، تفتكر مين كان هيقدر يوقفه؟ واستناني بكرة، لأن الكائن الجاي أخطر بكتير ودمه كان بيغلي حرفياً.